السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حلاوه المولد. هنعمل السمسميه والحمصيه والفوليه بطريقه اقتصاديه جدا. اعمليها لاولادك ووزعي على حبايبك منها كمان. اعمليها بطريقتي، سكرها مظبوط ومقرمشه ولذيذه واحلى وانضف من الجاهزه بكتير. يلا بينا اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا نشوف الطريقه مع بعض بالتفصيل ونقول بسم الله. اي صينيه موجوده عندك اشطفيها تحت الحنفيه وهي لسه مبلوله. هفتح كيس تلاجة بالمقص وافرده في الصينيه بالشكل ده. انا بفرد الكيس في الصينيه وهي مبلوله علشان الكيس يمسك في الصينيه وما يتحركش معايا ويتعبني. ومعايا طبق فيه شويه من الزيت، وهدهن الكيس بتاعنا بالزيت علشان الحلاوه بتاعتنا ما تلزقش في الكيس بعد كده لما نيجي نفردها. وهدهن كمان السكين اللي هستخدمها في تقطيع الحلاوه. هنركن الادوات بتاعتنا على جنب وتعالوا بينا نروح عند البوتاجاز، وهشغل شعلة متوسطة واخلي نارها هادية بالشكل ده. وفي حلة على النار هحط كوباية مليانة من السكر، والسكر هنا وزنه 220 جرام. وبنفس الكوباية معايا تلت كوباية من المية بحطها داير ما يدور بالشكل ده حوالين السكر بتاعنا. وزن المية 85 جرام. وهعصر نص ليمونة، وهنسيب السكر بتاعنا على النار وبدون تقليب. وعلى العين التانية وعلى نار متوسطة هحط طاسة، وفي الطاسة هنزل بنص كيلو من السمسم الأبيض. وهندي تحميصة حلوة بقى للسمسم بتاعنا، يعني قلبي باستمرار، اوعي تسيب السمسم وتروح يمين أو شمال علشان بس ما يتحرقش منك. السكر بتاعنا هيدوب ويبدأ يغلي ويعمل فقاقيع كتير. هاخد نقطة بالمعلقة واختبرها، وشايفة بقى بتعمل خط بين صوابعي بالشكل ده، يبقى هو لسه ما استواش معانا. بعد شوية السكر بتاعنا هيتكرمل ويدينا اللون الجميل ده، يبقى كده السكر بتاعنا استوى خلاص. وكمان هختبره، هاخد نقطة بالمعلقة وبين صوابعي هتعمل معايا كورة وتكون صلبة. في الوقت ده بهدي النار جدا جدا، وانزل بمعلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز، المعلقة اللي كلنا بناكل بيها. وكمان هنزل بكيس من الفانيليا. الفانيليا اختياري، تقدر تضيفي ماء الورد، وهو ده اللون اللي احنا عايزينه، اللون الاصفر الفاتح. طبعا السمسم انا حمصته وقفلت عليه النار فهو لسه سخن معايا. اعرف منين ان السمسم اتحمص؟ بيعمل صوت طقطقه، اول ما تسمعيها بتقفلي عليه النار، قلبيه كام تقليبه وتسيبيه. هنا بقى نزلت بالسمسم السخن على الكراميل السخن، وده هيسهلك عمليه التقليب، وكمان هيسهل ان كل حبايه في السمسم تتغلف بالكراميل. بعد كده هناخد الحله دي ونروح على الصينيه اللي جهزناها مع بعض قبل ما نبدا شغل. وتجهيز الادوات من البدايه بيسهل عليكي كتير. وخلي بالك الخليط هنا سخن جدا، يا ريت ما يكونش حواليكي اطفال. وهنا بقى هنفرد الحلاوه بتاعتنا على الصينيه، وافرديها بقى بالسمك اللي تحبيه. افرديها بحيث يكون الشكل منتظم علشان تسهل معانا عمليه التقطيع. انا فردت الحلاوه بالمعلقه بالشكل ده على قد ما اقدر، وكملت بايدي فرد. وبعدين جبت كيس ودهنته بالزيت وحطيته على الحلاوه علشان ما يلزقش في الحلاوه بتاعتنا. واستعملت بقى النشابه لان الخليط سخن جدا، وكمان النشابه بتسهل عمليه الفرد. وعايزه اقولك على ملحوظه، السمسم احنا ضفناه للكراميل وهو سخن. السمسم كان سخن والكراميل سخن، وده بيساعد على سهولة التقليب على النار، وكمان سهولة فرد الحلاوة وانتي بتفرديها بالشكل ده. ما تقلقيش، الموضوع سهل جدا. انا معرفش سعرها وصل لكام دلوقتي، لان دايما انا بعملها في البيت واولادي بيطلبوها. صدقوني هي احلى من الجاهزة بكتير، وجربوها بنفسكم. نسيت اقول لكم على ملحوظة، الكراميل وهو على النار لازم يكون لونه اصفر. لو سبت الكراميل يغمق اكتر من كده هياخد معاكي اللون الاسود وهيتحول للطعم المر المحروق. وعلشان كده بنصحك ان النار تكون هادية وانت شغالة على البوتاجاز. وهنا بقى انا استعملت المسطرة في تقطيع الحلاوة علشان انظم التقطيع بتاع الحلاوة، وطبعا مقاس التقطيع ده بتاعك انت وبراحتك. والمسطرة دي طبعا نظيفة، انا بستعملها في المطبخ بس. الحلاوة بتاعتنا لازم نقطعها وهي سخنة، ومش بنفكها من بعضها غير لما تبرد تماما. وشايفين الجمال يا ولاد؟ اللهم صل على النبي، حاجة زي العسل.
وبنفس الطريقة زي ما عملنا السمسمية هنعمل الحمصية والفولية كمان. الفرق الوحيد بينهم ان السمسم بيحتاج اننا نحمصه على النار، لكن الحمص والفول بنشتريهم اصلا متحمصين من قلب المحمصة. احنا بس لما بنحط الحمص في الطاسة بنقلبه تقلبتين 3 علشان يسخن ويطلع الرطوبة اللي فيه، وبعد كده بقفل عليه النار واكمل باقي الخطوات عادي زي ما عملنا في السمسمية بالضبط. اعمليها وجربي تاكلي قطعة منها الله عليها، لذيذة ومقرمشة وغاية في النظافة والجمال، وهتحسي بالفرق بينها وبين الجاهزة. طبعا الاحتفال بالمولد النبوي ما بيكونش بالحلاوة ابدا ابدا، الاحتفال بالمولد النبوي بيكون بذكر ربنا باستمرار، ونصلي على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجع بقى للحلاوة بتاعتنا. شايفين الحلاوة بتاعتنا وجمالها؟ اللهم صل على النبي، ما فيهاش غلطة. الحلاوة علشان نحفظها هنحطها في أكياس محكمة الغلق. الحلاوة ما تحفظيهاش في مكان يكون حار، احفظيها في مكان يكون جو بارد. ممكن تحطيها في التلاجة، هتقعد عندك فترة طويلة وتفضل مقرمشة وطعمها لذيذ زي ما هي. يا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة للي لسه ما اشتركش، وكمان تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ورجاء دعواتكم لوالدتي بالشفاء. وزي ما اتفقنا هنصلي على الحبيب كتير كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.